لما اكتشف إن حياته قربت تخلص، سحلية عاشت في سنين في الأكواريوم قررت تخطط علشان تهرب وتحقق حريتها. النهاردة هنعمل ملخص لفيلم ليو من 2023. ليو وسكويرتل هم حيوانات أليفة بتوع طلاب الصف الخامس، ومن سنين عايشين في الأكواريوم بيتفرجوا على المراهقين اللي لسه بيستعدوا للتخرج من آخر سنة في المدرسة. في أول يوم دراسة، السيدة سيلينانس بتقول إن في نهاية السنة هتكون في مسابقة بين الثلاث فصول بتوع الصف الخامس، والفصل الفايز هيكسب رحلة لمكان مميز. المسابقة هتكون في الفن، البلاغة والعلوم والتاريخ. الفصل اللي هيحقق أفضل نتائج في الأنشطة دي هيكسب رحلة لحديقة ماجيك لاند. وأثناء ما كانوا بيلاحظوا تصرف الناس، ليو وسكويرتل استنتجوا إن ريسا حامل علشان هي مش قادرة تبطل تاكل من سناكس الطلبة وبعدين بتقرا. في يوم من الأيام كان في اجتماع لأولياء الأمور في المدرسة، واتأكدت شكوك الحيوانات الأليفة لأن المديرة أعلنت إن السيدة سيلينانز هتروح أجازة ولادة لأنها هتجيب طفل بعد كام شهر. لما الطلبة سمعوا الخبر بدأوا يتكلموا مع بعض عن المقالب الكتير اللي ناويين يعملوها مع المدرس البديل. لما كانوا بيبصوا على حيوانات الصف الخامس، بعض الأهل اتسألوا قد إيه الوقت اللي كانوا محبوسين جوه الأكواريوم. ليو اكتشف إن السحالي من نوعه بتعيش لمدة 75 سنة تقريبا. في اللحظة دي افتكر إنه عايش من الأكواريوم ده لسنين طويلة، وبدأ يفتكر إمتى وصل هناك. وافتكر لما وصل في أكتوبر 1949 وهو صغير علشان يعرف سنه بالظبط. قرر ليو يكلم الحيوان الأليف بتاع الصف التاني، لكن مفيش فرصة يشوفه غير في تدريبات الإخلاء. علشان كده استخدم لسانه الكبير علشان يشغل الإنذار، وطلبت المعلمة من أنتوني إنه يخرج الحيوانات بره. لما قابل الحيوانات التانية، اتكلم ليو مع سينابون أرنب الصف التاني علشان يساعده يعرف سنه، بما إن الأطفال في الصف التاني بيتعلموا الجمع والطرح. مفيش حد أفضل من سينابون علشان يحسب له، وقال له إن عمره 74 سنة. ولما رجع ليو الفصل كان حزين جدا لأنه عرف إن أيامه معدودة، وكان بيعتقد إنه هيموت السنة الجاية لما يكمل 75 سنة. لكن سكويرتل حاول يطمن ليو وقال له إن الحيوانات اللي عايشة في الأسر بتعيش فترة أطول من الحيوانات البرية. لكن الكلام ده ما خففش من حزن ليو اللي حس إنه ضيع حياته في الأكواريوم. ليو قال إنه ما كانش عنده فرصة إنه يختار أكله، وكان بياكل اللي الناس بيدوهوله بس. والأسوأ من كده ما كانش عنده فرصة يقابل حب حياته أو يجيب أولاد. فجأة وأثناء ما ليو بيفكر في كل الحاجات اللي ممرش بيها، دخلت ميس مالين الفصل بشخصية مرعبة وعرفت نفسها كمدرسة بديلة. في أول يوم ليها في المدرسة قررت تغير طريقة التدريس اللي كانت معتمدة من السيدة سيلينانز، وقالت من دلوقتي كل جمعة هيكون في طالب لازم ياخد حيوان أليف معاه البيت. لما سمع سكويرتل الكلام ده اتخض لأنه كان مر بتجارب صعبة لما كان الطلاب مجبورين ياخدوهم للبيت، لكن ليو كان متحمس للفكرة علشان عنده فرصة جديدة. في يوم من الأيام قررت صيف إنها تاخد ليو لبيتها، ولما وصل ليو لغرفة البنت شاف الشباك مفتوح. ليو حس إنها فرصته علشان يهرب، فقرر يهرب ويطلع فوق الحيطة علشان يوصل للشباك. في نفس الوقت كانت صيف مع أسرتها، ولما خلصت البنت حمامها ورجعت الأوضة، ليو كان لسه بيحاول يتحرك ببطء بسبب سنه الكبير وما لحقش يوصل للشباك، لحد ما صيف اكتشفت إنه هرب وبدأت تدور عليه في كل مكان في الأوضة. بالغلط رمت السحلية فوق الدرج لما فتحت الستارة، ولما ليو زعق من الألم اكتشفت إن السحلية ممكن تتكلم. صيف اتخضت وبدأت تصرخ وتطلب أمها، لكن ليو طلب منها تحافظ على السر. البنت وعدته إنها هتحافظ على السر. في يوم الاثنين رجعت صيف ليو المدرسة تاني، وفي الحصة الأستاذة مالين منعت الأطفال من استخدام اللابتوب كأداة للدراسة، وفتحت صندوق مليان كتب. بعد ما وزعت الكتب على الطلاب طلبت منهم ياخدوها معاهم علشان يدرسوا منها. ولما فضل فصل، سكويرتل سأل ليو ليه ما هربتش لما كان مع صيف، وليو رد وقال له إنه استمتع جدا بوقته معاها، وقال إن المرة الجاية لما أي طفل ياخده للبيت هيهرب. لكن ليو اتفاجئ لما جه يوم الجمعة وصيف عرضت إنها تاخده تاني للبيت، لكن كان في واحد تاني اسمه إيلي هو اللي أخد المهمة علشان يقعد مع ليو في آخر الأسبوع. لما شافت صيف ليو وهو رايح مع إيلي سألته لو تقدر تزوره، لكن خادمة إيلي منعتها إنها تقرب منه. في يوم السبت كان إيلي عنده صديق جاي يلعب معاه بقطع الليجو، لكن والد إيلي خلاه يلبس ملابس واقية علشان ما يتلوثش من جراثيم ليو، وكمان منعه من أي أكل أو وجبات خفيفة زي أي طفل عادي. كان إيلي المفروض ياكل سناكس بعد الظهر، لكن بدلا من كده كل زلابيا اللي عملتها له أمه.
لما إيلي خرج من الأوضة، ليو حاول يهرب لكنه بيتسحب في المكنسة الكهربائية اللي شغالة طول اليوم. استخدم ليو لسانه علشان يحاول يتفادى المكنسة ووقع على الترابيزة وكسر مدينة الليجو كلها اللي كان الأولاد ركبوا فيها. لما قرب من الشباك مسكته المكنسة الكهربائية وديله اتعلق فيها لحد ما جه كلب العيلة دخل علشان يساعده، ولكن ليو فقد نص ديله، بس كان مطمئن لأنه عارف إن الديل هيطلع تاني. وأثناء ما ليو كان بيتكلم مع الكلب، إيلي دخل واتفاجئ لما اكتشف إن الحيوان في الصالون بيقدر يتكلم. ليو طلب منه إنه ما يقولش لأي حد عن سره، وقرر يساعده علشان يتخلص من المكنسة اللي كانت بتمنعه من تكوين صداقات جديدة، وشجعه ليو إنه يكتب رسالة وداع للمكنسة. وفي تاني يوم خرجوا مع بعض يلعبوا في الجنينة. في يوم الاثنين لما قابل ليو صديقه تاني قال له إنه مش قادر يهرب لسه. سكويرتل قلق لما اكتشف ان ليو فقد جزء من ديله. في الاسبوع ده والد جادا الدكتور وينغر راح يتكلم مع مدير المدرسة علشان يقنعه يلاقي بديل للأستاذة سيليننس علشان بنته مش مرتاحة مع الأستاذة مالين، لكن محاولاته فشلت والأستاذة مالين فضلت مع الصف الخامس. بعدين في نهاية الأسبوع جادا قررت تاخد السحلية معها للبيت لأن أصحابها الاتنين حبوها جدا. في يوم السبت كان عيد ميلاد جادا، لكنها كانت زعلانة لأن كل حاجة مش ماشية زي ما خططت، فقرر ليو إنه يواسيها وأكد لها إنها الوحيدة اللي ممكن تسمعه زي ما عمل مع أصحابها التانيين. نجح ليو في إقناع جادا إنها ما تقولش لأهلها إن السحلية في مدرستها بتتكلم، وفي نفس الوقت ساعدها إنها تواجه أزمتها الوجودية. جادا كانت دايما فاكرة إنها لازم تكون مثالية وكل الناس يحبوها، فكانت بتضغط على نفسها جامد علشان كل حاجة تمشي تمام. لكن ليو ساعدها تفهم إنها مجرد مراهقة زي أي واحدة تانية، وإنها مش محتاجة تكون مثالية علشان تلاقي إعجاب الناس، لأن ده كان مخليها تعيسة. بعد ما سمعت كده قررت جادا إنها تسترخي وتستمتع بعيد ميلاد. خلال الحفلة ليو كان بيرتاح في قفصه الزجاجي وهو بيشوف الحيوانات اللي محجوزة جوه القفص، وهم بيجهدوا علشان ياخدوا الأكل اللي الأولاد بيرموه لهم. الحيوانات دي جابوها علشان تكون جذبة للحفلة، لكن الحقيقة إنها مش سعيدة خالص. لما جادا واللي معاها لاحظوا ده قرروا يتعاونوا مع بعض علشان يحرروا الحيوانات دي ويفتحوا الأبواب التلقائية اللي بتخليهم محبوسين جوه. ولما الحيوانات بدأت تجري وتاكل الأكل اللي كان محضروه للضيوف، الناس هربوا وهم مرعوبين جدا. وفي اللحظة دي ليو قرر يهرب وفرح جدا وهو شايف الحيوانات دي بتمشي بحرية بره القفص، لكن لما سمع الأولاد بينادوا عليه قرر يرجع لجادا. كانت فرحانة جدا لما شافته. في الأسابيع اللي بعدها كل الأولاد في الصف كان عندهم فرصة ياخدوا ليو لبيوتهم وبدأوا يحبوه جدا. لما شاف سكويرتل إن الحيوانات دي بتاخد هدايا من الأولاد، اكتشف إن ليو كان بيتواصل معاهم وعلشان كده دايما بيرجع للمدرسة بدل ما يهرب. ليو قال إنه اتعلق بالأولاد دول، ومن يوم ما بدأوا ياخدوه لبيوتهم بدأ يساعدهم في التغلب على مخاوفهم ومشاكلهم النفسية. لكن في نهاية الأسبوع اللي جاي ليو كان لازم يروح لبيت أنتوني اللي معروف إنه متنمر في الصف. سكويرتل كان قلقان على أصحابه وقرر يروح معاه. وفي الليالي دي أثناء ما أنتوني كان بيتفرج على مباراة UFC وبياكل مكرونة، قرر سكويرتل إنه يعرفه بنفسه. أنتوني كان مرعوب لما اكتشف إن السلحفة بتتكلم. في الحقيقة السلحفة كانت غيورة من كل الاهتمام والحب اللي كان بياخده ليو من الأولاد، وقررت إنها تحاول تعمل زي ليو. سكويرتل سأل أنتوني ليه هو دايما متنمر، وحاول يساعده يتعامل مع إحساسه بالنقص اللي بيخليه متعصب طول الوقت، والسبب إن أنتوني كان حاسس إنه مش ذكي كفاية زي زمايله في الصف. سكويرتل حاول يواسيه لكن في النهاية خالص بيصدمه. بعد كده ما كانش فيه أي من الأولاد عايز ياخد السلحفة، وكلهم بدأوا يتخانقوا علشان يحددوا مين اللي هياخد ليو يوم الجمعة. لما اكتشفت المدرسة قد ايه الأولاد بقوا متعلقين بالحيوان، قررت تستخدمه كوسيلة لتحفيز الطلاب علشان يحققوا بطولة أكاديمية هتتم في نهاية السنة. قالت لهم إن لو ما فازوش في المسابقة مش هيقدروا ياخدوا ليو معاهم تاني. ده كان حافز قوي للأولاد علشان يذاكروا أكتر ويجتهدوا في تعلم المحتوى اللي بيتم تدريسه ليهم. مع مرور الوقت ليو والأولاد بقى بينهم علاقة قوية لدرجة إن ليو بقى بياخد هدايا زي التليفونات علشان يتكلموا مع بعض بالليل. لكن بما إن مفيش حد من الأولاد كان بيعرف إنه يتكلم مع باقي زملائه، ليو كان محتاج يوزع انتباهه بينهم من غير ما حد يشك. لكن سكويرتل كان متضايق من شعبية ليو المتزايدة، وقرر يسجل فيديو لليو وهو بيتكلم مع واحد من الأولاد ويبعت الفيديو لباقي الفصل. وده خلى الأولاد يكتشفوا إن السحلية كانت بتكذب عليهم، وبدأوا يطردوه علشان يعرفوا السبب. لما ليو عرف كده اعتذر وقال إنه عمل كده علشان كان عاوز يساعد كل طالب بشكل فردي. في نفس اللحظة دي دخلت المدرسة مالين الفصل وشافت الحيوان بيتكلم مع الأولاد. اتضايقت جدا وخرجت بسرعة قبل ما الأولاد يمشوا. لما وصلت البيت عاتبت ليو على إنه كان بيتكلم مع الطلاب من ورا ظهرها، وبعدها بدأت تكشف عن أكبر ألم عندها. رغم إنها كرست حياتها كلها للتدريس، مالين عمرها ما كان عندها صف خاص بيها، وكان شغلها دايما مقتصر على كونها مدرسة بديلة. علشان كده كانت دايما بتظهر كأنها
إنها عصبية ومش سعيدة. اكتشف ليو إن مالين كمان درست في نفس المدرسة وكانت دايما مليانة حيوية وسعادة في سنها المراهق، فقرر يساعدها ترجع فرحتها وثقتها بنفسها، وقال لها إنها هتكون هي اللي هتخلي الطلاب يحققوا المركز الأول في المسابقة اللي هتتم. وصل يوم المسابقة الكبير وخدت المدرسة مالين ليو في جيب معطفها علشان يشوف المسابقة من هناك، وكانت فخورة لما اكتشفت إن طلابها فازوا. في الأسبوع التاني راحت معاهم رحلة لحديقة ماجيك لاند، وهناك تم اختيارها كمدرسة للسنة. لما استلمت الجايزة كانت متأثرة جدا وفخورة بنفسها، لكن بعد ما خرجت من المدرسة أخدت ليو وسابته في حديقة إيفرجلاند الوطنية. ليو كان متلخبط وسألها عن السبب، فقالت له إن دلوقتي هيكون قادر يعيش حياة حرة في الطبيعة. لما وصل الأولاد للمدرسة في يوم الاثنين وسألوا عن ليو، قالت لهم المدرسة إنه يمكن هرب، لكن اكتشفوا بعدين إن الرسالة اللي ليو كتبتها كانت مجرد قائمة تسوق عملتها هي بنفسها. في الأسبوع الثاني قرر سكويرتل يروح ويدور على صاحبه ليو، وعرف إن مالين هي اللي طردته، فقرر يستخدم تليفونه علشان يتصل بالطائر بدون طيار ويساعده في إنه يلاقي ليو. في الوقت ده ليو كان بيحاول يتأقلم مع الحيوانات التانية في الحديقة، لكن لأنه عاش طول حياته في الأسر كان سلوكه غريب جدا بالنسبة لهم، وده خلاهم يبعدوا عنه. لما لقى سكويرتل وأولاد الفصل ليو قال لهم إن مالين هي اللي خدته، وما كانش عندهم غير اختيار واحد، وهو إنهم يضغطوا على المدرسة علشان تقول على مكانه. وفي النهاية لما اكتشفوا إن ليو في حديقة إيفرلاند طلبوا من مالين تساعدهم في إنهم يلاقوه، لكنها حاولت تاخد المركبة بنفسها ووقع منها. بس لحسن الحظ الأولاد سحبوا المدرسة للمركبة، وقررت إن تستعين بخطة تانية علشان توصل الطلاب للحديقة. وفي الوقت ده ليو كان بيحاول يتأقلم مع بيئته الجديدة، لكن اكتشف انه مش قادر يعيش في البرية لوحده. لحسن الحظ الحيوانات اللي كان ساعدها قبل كده في حفلة عيد ميلاد جادا ساعدوه يتأقلم ويعيش في البيئة الجديدة. في الوقت ده مالين كان مستني اللحظة المناسبة علشان ينفذ خطته، وسكويرتل قرر يركب على الدرون بتاع إيلي علشان يروح يدور على صاحبه. ولما وصلوا لمدينة ملاهي أرض السحر بدأوا يشوفوا المكان. المدرب كيمورا راح لكشك يشتري منه شوية سناكس. ميس مالين حاولت تلحق طلابها لكنها اتأخرت. المدرب لحقها لكن كيمورا حاول يمنعها من ركوب الأتوبيس. فجأة الدوران هجم على كيمورا بعد ما كان ساب سكويرتل في الحديقة ورجع علشان يساعد إيلي وزمايله. لما الكل دخل المركبة واحد من الطلاب أخذ الدركسيون وساق بسرعة على حديقة إيفرجلاند. في اللحظة دي ليو كان حزين ومتحسر على اللي حصل. ليو كان مكتئب لأنه افتكر إن جنازته قربت ومش هيقدر يتصالح مع الأطفال، لكن لما السحالي اللي حواليه سألوه عن سنه واكتشفوا انه صغير بالنسبة لفصيلته اللي بتعيش اكتر من 30 سنة اتبسط جدا وعرف ان عنده فرصة يشوف اصحابه تاني. وهو بيحتفل مع اصحابه الجداد سكويرتل ظهر، والحيوانات لاحظت انهم قريبين من بحيرة مليانة تماسيح. بسرعة الكل جرى وليو اتساب لوحده وهو على وشك يكون وجبة للتماسيح. الأتوبيس المدرسي ظهر بشكل مخيف بسبب الأغصان اللي لزقت فيه. التماسيح خافت لكن واحد منهم قرر يهاجم. ميس مالين واجهته علشان تحمي الأطفال، ولما شافت إنها مش قادرة توقفه رمت أقراص في بقه وقدرت تهزمه، وبعدها الدرون رمت تمساح بعيد. الطلاب خرجوا يدوروا على ليو، ولما لقوا جسمه الرمادي على الأرض افتكروا إنه مات وشكروه لأنه ساعدهم يتغلبوا على مخاوفهم وكسبوا بطولة الطلاب بسببه. أثناء الوداع أنتوني شال جسمه علشان يحضنه للمرة الأخيرة، لكنه اكتشف إنه كان بيغير جلده. فجأة ليو الحقيقي وقع من شجرة وكل الفصل ارتاح لما عرفوا انه حي. جادا قالت انهم جم يشوفوه قبل ما يتم 75 سنة، لكن ليو اكد لهم ان لسه عنده سنين كتير قدام. الجميع احتفلوا وسكويرتل اعتذر لليو عن وشايته بيه، وبعد ما تصالحوا الطلاب ومعاهم الحيوانات الأليفة استمتعوا بيومهم في أرض الصحراء. في نهاية السنة الأستاذة سيلينا زارت الفصل مع طفلها الجديد علشان الطلاب يشوفوه أثناء التخرج. بعد استلامهم الشهادات المراهقين ودعوا ليو وسكويرتل لأنهم هيكملوا في مدرسة ثانوية جديدة. في نفس اليوم ميس مالين عرفت إنها هتدرس فصلها السنة الجاية، وأقنعت المدير يسمح لليو وسكويرتل يكملوا معاها. دلوقتي الحيوانات الأليفة دي عندها تحدي جديد، وهي إنها تتعامل مع أطفال ابتدائي.